السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة زي ما وعدتكم كل شهر هنعمل وصفة من كل بلد. النهاردة هنروح السعودية، هنعمل من عندهم كبسة الفراخ بس بطريقتي انا، وهنعمل صلصة الدقوس برضو بطريقتي انا. جربوا الاتنين وهستنى رأيكم لان فعلا الطريقة دي حلوة جدا. يلا نشوف الطريقة مع بعض وهستنى رأيكم. هنخلط الاول التوابل كلها مع بعض. هنحط في بولة معلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وربع معلقة صغيرة جدا من الحبهان المطحون، حاجة بسيطة جدا علشان لو كترناه بيمرر. ربع معلقة كده ممسوحة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة سماق. السماق في الكبسة بيدي طعم حلو جدا، جربوه فعلا هيعجبكم. ومعانا كمان معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة بهار فراخ أو كوبيبة صيني، ومعانا كمان معلقة صغيرة من البابريكا، برضو البابريكا بتدي طعم حلو جدا، ونص معلقة صغيرة جنزبيل باودر. هنقلب بقى التوابل دي كلها مع بعض كويس، وهي دي الخلطة اللي احنا هنستعملها للفراخ وللرز. وعلشان بقى نحس بالفليفر كده بتاعت التوابل دي، هناخدها ونروح في حلة على النار ونحط معلقة كبيرة سمنة، وننزل فيها بالتوابل بتاعتنا دي، ونحط معاهم كمان كده قطعتين من المستكة. برضو المستكة كده في السمنة والتوابل دي هتدينا ريحة وطعم حلوين جدا. هنهدي النار على الآخر خالص، ونبدأ كده نشوح التوابل بتاعتنا في السمنة على نار هادية لغاية ما نبدأ نحس كده بريحتها كلها طلعت وبدأت تتحمص معانا. بس مهم ان احنا ما نحرقهاش، يدوب بس كده نديها تحميصة صغيرة على نار هادية خالص لغاية ما نحس بالفليفر كلها طلعت. بعد كده هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا. طبعا نقدر نستعمل فراخ او لحمة. انا النهاردة عملت فراخ، قسمتها بالنص وحطيت كده اول نصين. هنديها كده صدمة على اول جنب في السمنة كده والتوابل، هتاخد لون حلو جدا، وفي نفس الوقت هتشرب من التوابل اللي احنا حاطينها. وهنبدأ ان احنا نقلبها على الجنب التاني، برضو نديها صدمة، وان احنا برضو نكون الفراخ دي مفتحينها كده واحنا بنغسلها علشان التوابل تدخل جواها كويس. لما كده تاخد لون حلو من الجنبين، هننزل عليها بمية تكون مغلية، ومهم ان المية اللي نحطها تبقى مغلية، ومش عاوزينها تغطي الفراخ قوي علشان تبقى كده واخدة من الفليفر بتاعة التوابل، يدوب بس كده لنصها، ونوطي النار ونغطي الحلة ونسيبها لغاية ما تستوي. بعد الفراخ ما تستوي هنبدأ بقى نشيلها من الشوربة دي، والشوربة دي اللي احنا هنعمل بيها الرز. بس هنعمل خطوة كمان للفراخ بتديها طعم وشكل حلو قوي. هنجيب معلقتين كبار صلصة طماطم، انا خففتها شوية بجزء بسيط جدا من الشوربة، وهنحط عليها شوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسود صغيرين، وبرضو ذرة كده سماق وشوية زيت زيتون علشان نديها طعم حلو لما نيجي بقى نحطها على الفراخ. الخلطة دي برضو بتبقى جميلة جدا، هتدي للفراخ طعم ازيد واحلى، وكمان بتخلي لونها حلو جدا. هنقلبها كده كويس، ولو لقيناها محتاجة تتخفف بشوية شوربة برضو نحط لها شوية شوربة صغيرين، بس ما نخففهاش قوي علشان تبقى مدية كده شكل كويس للفراخ. وهنجيب بقى فرشة المطبخ بتاعتنا، او ممكن حتى بمعلقة او بايدينا، ونبدأ ندهن بيها الفراخ كويس. عايزين برضو ان الفراخ كده تشربها كويس جدا، هنبقى من الناحية اللي تحت دي هنبدأ نحط كده من عند الورك ومن عند الصدر، ونشربها كويس قوي من الصلصة دي. طعم السماق هنا هنبقى لاقيينه واضح جدا وبيبقى جميل قوي. يعني السماق لو بس حطيناه بنسبة معقولة بيدي طعم حلو قوي، بس دايما ما نكتروش علشان هو بيبقى مزز شوية. بس شوية المزازة الصغيرة اللي فيه مع تسكيرة الصلصة بتبقى رهيبة، يعني فعلا جربوها هتعجبكم جدا. بعد كده ما ندهن الفراخ بتاعتنا، ممكن ان احنا نسيبها كده منقوعة في التتبيلة دي حوالي ساعة، وندخلها الفرن لغاية ما تتحمر وتاخد معانا لون حلو. نعمل بقى دلوقتي الرز بتاعنا. هنحط في حلة على النار معلقة كبيرة سمنة وشوية زيت كده كويسين علشان يفلفلوا الرز بتاعنا، وهننزل بقى بالتوابل الجافة. هنحط الأول ورق لوري، وهنحط كمان قرنفل. القرنفل برضو في الكبسة بيبقى حلو جدا، وهنحط عودين قرفة، وطبعا يفضل ان احنا نحط اللي هو اللومي، الليمون الجاف، بس انا في اخر وقت اكتشفت اني مع الاسف ما عنديش. بس لو عندنا اللومي نحط منه 2، بيدي طعم حلو جدا للكبسة، وهو يعتبر اساسي. يعني انا بس اتفاجئت في اخر لحظة انه مش موجود. هنقلب الاول كده التوابل بتاعتنا، وننزل عليها ببصلة كبيرة تكون مفرومة، ونشوحها كده في الاول مع التوابل الجافة بتاعتنا علشان نطلع برضو الفليفر اللي موجودة في كل حاجة فيهم. واول ما تبدأ تاخد لون هننزل عليها بفصين توم مفرومين، ونشوحهم كده مع البصلة بتاعتنا برضو لغاية كده ما يبدأوا ياخدوا لون، وننزل عليهم بالرز بتاعنا. انا النهاردة هستعمل رز بسمتي. انا نقعاه ساعة في مية ساقعة ونصفيه كويس، وننزل عليه بالبصل، وبرضه نديله تشويحة كده
مع البصل والتوابل بتاعتنا علشان برضو ياخد من الفليفر بتاعتهم، وفي نفس الوقت ننشفه من اي مية موجودة فيه علشان يبقى مفلفل اكتر. وهنتبله بقى بالملح والفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الكركم علشان يديله لون حلو، بس ما نحطش كاري للكبسة. الكبسة مش بتحتاج كاري خالص علشان نحافظ على الطعم السعودي بتاعها ما تقلبش معانا الهندي. هو عموما الاكل السعودي والهندي الاتنين قريبين من بعض جدا في التوابل، بتفرق حاجات بسيطة قوي، فاحنا هنستغنى بس عن الكاري علشان ما نبعدش قوي عن السعودي. وطبعا الكبسة ليها طرق كتيرة قوي بس انا عاملاها لكم النهاردة بطريقتي انا. وننزل كده على الرز بالشوربة اللي كنا مسويين فيها الفراخ، اللي فيها بقى التوابل والفليفر والطعم كله. الشوربة دي طبعا جبارة، يعني فيها شوية توابل كده محترمين. بس اول حاجة هنا احنا عاوزينها تكون مغلية، ما نحطهاش طبعا ساقعة، لازم نغليها الاول علشان الرز ما يعجنش معانا. تاني حاجة احنا كوبايتين الرز البسمتي اللي انا مستعملاهم النهاردة هحط عليهم 3 كوبايات شوربة. وطبعا لو الشوربة ما كانتش كفاية معانا هنخففها بشوية مية. المهم ان مثلا كوبايتين الرز نحط عليهم 3 كوبايات شوربة، او شوربة على مية، او حتى مية بس اللي احنا عاوزينه. هنا بقى في حاجة اختياري، دي ذرة صغيرة جدا من الزعفران، انا كنت نقعاها في شوية مية صغيرين جدا. طبعا الزعفران في الكبسة برضو من الحاجات الاساسية، ممكن ان احنا نستبدله بالبودرة لان هو بيبقى غالي جدا، او ممكن نستغنى عنه خالص. برضو التوابل بتاعتنا كده هتظبط لنا الدنيا وهتبقى تمام قوي. وهنوطي بقى النار بتاعتنا دلوقتي، بس مش هنغطي الحلة، هنسيب الرز لغاية ما يتشرب الاول كويس ونحس بقى بالريحة اللي طالعة جبارة. نوطي النار خالص لغاية ما يتشرب ونقوم مغطيين الحلة ونسيبه لغاية ما يستوي. وهنعمل بقى دلوقتي صلصة الدقوس بس بطريقتي انا الخاصة. هنحط في صينية فلفل احمر حامي، او ممكن نستغنى عنه بس هي يفضل ان هي تكون حراقة طبعا. وهنحط فلفل رومي اخضر، وهنحط طماطمتين يكونوا كده متقطعين بالنص، ومن 6 ل8 كده فصوص توم او راس توم يعني متوسطة. وهنحط عليهم بقى شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية زيت زيتون، او ممكن نستبدل زيت الزيتون بزيت الذرة، الاتنين برضو هيبقوا كويسين. وهندخل الخضار بتاعنا الفرن لغاية ما يتشوي كده وياخد لون بالشكل ده. طبعا بقى بتبقى الريحة بتاعته يعني لازم انتوا تجربوها وتشوفوا بنفسكم. هنحط بقى الخضار ده في الكبة بتاعتنا لغاية ما يتفرم كده، بس مش عايزين نفرمه ناعم قوي علشان نحس برضو بطعم الخضار. وهنحط عليه بقدونس خضرة او كزبرة خضرة، وهنحط شوية نعناع فريش او نعناع جاف، وهنتبلهم بشوية ملح وشوية فلفل اسود بس صغيرين لان احنا حطينا واحنا بنشويه. وهنحط برضو شوية زيت زيتون تاني علشان يديله لمعة حلوة. وهنحط معلقة كبيرة خل، وهنرجع نفرمهم تاني لغاية بس ما يختلطوا بالتوابل اللي احنا حطيناها. وخلاص على كده، دي صدقوني صلصة دقوس رهيبة، جربوها فعلا هتعجبكم. وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن اخدت لون حلو، شايفين الصلصة بقى بتديها طعم ولون حلوين جدا. انا عامة برضو كتير بعمل الفراخ بالطريقة دي، معاها بقى شوية مكرونة او شوية رز اصفر حتى لو من غير كبسة، الفراخ دي حلوة قوي. وادي الرز كمان بتاعنا استوى دلوقتي. هنبدأ بس ان احنا نشيل التوابل الجافة اللي على الوش، ده برضو اختياري بس انا عن نفسي بفضل اشيلها علشان لو جه قرنفل كده في البق في ناس بتتضايق منه جدا، من ضمنهم انا. بعد ما شلنا الحاجة بتاعتنا كلها هنبدأ ننزل عليه بمكسرات نكون كده محمصينها في شوية سمنة صغيرين، برضو ده اختياري مش لازم نعمله، بس المكسرات مع الرز بصراحة بتدي فليفر كده وطعم حلوة جدا. القرشة بتاعتها دي برضو بتبقى حلوة قوي. ولو هنحط مكسرات نحمصها على نار هادية جدا زي ما قلتلكوا علشان تنزل الدهون اللي فيها. الدهون دي بقى لما نحطها كده على الرز يا سلام على الجمال. هنغرف بقى كده الطبق بتاعنا، هنحط طبعا الرز من تحت ونحط عليه الفراخ. الفراخ برضو بتبقى لذيذة قوي لو مقطعينها نصاص كده بتدي شكل حلو قوي، او برضو زي ما قلتلكوا نقدر نحط لحمة عادي خالص ونرش عليهم كده شوية بقدونس خضرة بتدي كده لون حلو، ونرش شوية مكسرات. وفي النص كده صلصة الدقوس اللي بأكد تاني دي على طريقتي أنا علشان مش كل السعوديين بيعملوها بالشكل ده. صدقوني بقى طعمها وريحتها بتبقى جبارة، يعني لازم فعلا تجربوها وتقولولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوله لايك وشير وكومنت، وهستنى اشتراككم في قناة اليوتيوب.
ويا ريت تقولولي في التعليقات عايزين الشهر اللي جاي نروح بلد ايه وتحبوا منها وصفة ايه، وان شاء الله برضه اعملها لكم بطريقة حلوة جدا تعجبكم. احنا الشهر اللي فات عملت الحمام المحشي ومبسوطة جدا انه عجبكم، كان عليه تفاعل كويس قوي. ان شاء الله الكبسة المرة دي برضه تعجبكم ويبقى عليها تفاعل كويس، وهستنى تقولولي عايزين ايه للشهر اللي جاي. وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب علشان نتابع كل الجديد مع بعض. شكرا.